اعطيني على الفلوس. هادشي قال قاضي كيقول على قاضي معين اعطيني على الفلوس وملي نمشي عند الله يشويني في حل. يعني شوف الفكره اللي ولات عند الناس ديال القضاء. في 7 أكتوبر من عام 2017 عمد المغرب محكمة النقد المنتمية للسلطة القضائية، ولم يمثل هذا الحدث مجرد استبدال شخص بآخر أو مؤسسة بأخرى، بل كان إعلانا لنهاية مرحلة إمساك السلطة التنفيذية بالنيابة العامة منذ استقلال المغرب سنة 1956. وقد جاءت هذه الخطوة بسبب الدعوات التي أطلقتها الحكومة والمجتمع المدني بصورة منتظمة من أجل إصلاح القضاء في المغرب، بما في ذلك إصلاح مؤسسة النيابة العامة باعتبارها جزءا منه. أيضا ساهم الربيع العربي واحتجاجات حركة 20 فبراير في تسارع وتيرة الدعوات المطالبة بإصلاح القضاء. الملك أيضا بدوره تجاوب مع العديد من مطالب المتظاهرين في خطابه الشهير في 9 مارس 2011. ثم جاء الإصلاح الدستوري الجديد الأول من يوليوز عام 2011، والذي أعاد النظر في تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتشمل أعضاء من غير القضاة مع توسيع صلاحياته، وشدد لأول مرة على مبادئ المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين. لكن وبمجرد تنصيب الحكومة الأولى بعد الربيع العربي والمنبثقة عن الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في 25 نوفمبر 2011، طفى إلى السطح من جديد الخلاف حول موضوع استقلال النيابة العامة التي يتولاها الوكيل العام بين مؤيدي استقلالها تماشيا مع الموضع الدستوري الجديد للسلطة القضائية في المغرب، وبين معارضي استقلالها الذين اعتبروا أنه يجب أن تظل تابعة للسلطة التنفيذية ضمانا لمحاسبتها من طرف البرلمان. بعد نقاش استمر حوالي 5 سنوات، أقر القانون التنظيمي رقم 1306 في مارس 2016، بذلك مهد الطريق أمام استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، بعدما كان قد سبق للهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة في المغرب أن أصدرت توصية بذلك بهدف الحصول على مساهمات من المجتمع المدني وسواه من الفاعلين في مجال العدالة. لكن تطبيق هذا القانون التنظيمي استغرق عاما كاملا، لأن دخول هذا القانون حيث النفاذ كان متوقفا على تنصيب مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية من طرف الملك محمد السادس وأداء أعضائه اليمين الدستورية، وقد تأخر هذا التنصيب إلى غاية 7 أبريل 2017. يذهب مؤيد استقلال النيابة العامة في المغرب وهم القضاة وبعض الفعاليات الحقوقية والأكاديمية إلى أن خطوة استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل كانت ضرورية نحو الاستقلال القضائي التام، وتاليا يمكن التفكير في آليات تنظيم محاسبة ومراقبة النيابة العامة من قبل القوانين والمؤسسات وتطوير هذه المراقبة. بعدما أصبح استقلال النيابة العامة في المغرب أمرا ناجزا، ما يقف على المحك الآن هو ما إذا كانت النيابة العامة قادرة على إرساء توازن عبر حماية حقوق وحرية الإنسان والانخراط في محاربة الجريمة ومنها جرائم الفساد عن طريق الإجراءات العلنية والشفافة التي يجدر بها اتخاذها في إطار الاحترام التام للدستور والقانون بالاستناد إلى أفضل التجارب الدولية في مجال عمل النيابات العامة. فهل يمكن القول أن القضاء بشكل عام في المغرب يعتبر مستقلا أم فاسدا؟ يحضر معنا في هذه الحلقات حول استقلال ونزاهة القضاء العضو السابق في المخابرات المغربية الأستاذ محمد الدغاي. مرحبا بك أستاذ محمد الدغاي. انطلاقا من التجربة ديالك، هل القضاء مستقل أم لا في المغرب؟ أولا قبل كل شيء كنشكر متتبعي موقع ريحانة بريس، وكنشكر الأستاذ عبد الوافي العلام. ما يمكنناش نهضروا على الاستقلالية ديال القضاء قبل ما نطرقوا مجموعة ديال الجوانب المرتبطة أساسا بالقضاء وبالعاملين في القضاء، باش يكون عندنا استقلال ديال القضاء واستقلال ديال القاضي اللي هو جزء ومكون من مكونات القضاء. خصنا نهضروا على هذا الإنسان اللي كيمثل هذه المؤسسة. أولا قبل كل شيء خصنا نعرفوا اشنا هو هذا القاضي اللي كيحصل على الاجازه في الحقوق او الماستر وكيمشي للمعهد العالي للدراسات القضائيه وكيتخرج ونقبطو ونحطوه في واحد المدينه كبيره، علما ان الراتب ديالو كيبدا ب 9000 او 10000 درهم.
والقاضي كما كيعرف الجميع عنده واحد الوضعيه اعتباريه خاصه. القاضي ما غيمكنش يمشي يسكن في حي شعبي، ما غيمكنلوش يكون ساكن في واحد الحي اللي ما يليقش بالمكانه ديالو، لان القاضي ماشي عندنا في المغرب، القضاء عنده واحد المرتبه خاصه في الاسلام وفي التاريخ البشري كامل. ان كان في العهد الاسلامي او في ايام الخلافه كاين السلطان ثم القاضي، وهذه واحد المساله اعتباريه خاصه. اذا كنقبطوا قاضي وكنديوه للدار البيضاء هو كيربح 9000 درهم، بالتالي كيسكن عنده جوج ديال الاختيارات، يا اما يكون نزيه ويسكن في حي شعبي وهنا كتوقع له مشاكل، لا مع الناس اللي يقدروا يكونوا تعرضوا للمحاكمات ويكونوا خداو واحد النظره سيئه على القضاء وعلى القضاة، وبالتالي غيبقى يتعرض للمضايقات الى اخره، ويقدر يتعرض حتى من بعض المضايقات من طرف بعض الاجهزه، بحال القاضي ديال طنجة اللي في الايام ديال كورونا تعرض للتعنيف من طرف عناصر ديال القوات المساعده. كون كان القاضي ساكن في شي بلاصه زوينه ما كانش غيكون هذا هو حاله. كاين واحد النوع اخر اللي كيشوف راسو ان اذا كرا ب 5000 درهم ستوديو في الدار البيضاء كتبقى له 4000 درهم، اكيد انه خصو يعاون عائلته، اكيد انه خصو يلبس مزيان، اكيد انه خصو ياكل مزيان، وبالتالي كيلجا للطرق غير مشروعه باش يقدر يكمل داك الشهر ديالو. وهذه نقطه كتجمع ضده، يعني مجموعه ديال القضاة عندهم ملفات عند اجهزه امنيه، ملفات محطوطه، هذا القاضي هو غادي، ولكن النهار اللي كيشوفوا ان كاين واحد المصلحه وخص القاضي يسيرهم في داك الشيء اللي باغين كيجبدوا له الملفات، وبالتالي يا اما يخضع لداك الشيء اللي بغاو واما غيجبدوا له داك الملفات. وهذا باب من الابواب اللي كتخلي ان الاستقلاليه في القضاء في المغرب صعيبه. ثانيا كاين القوانين المؤطره للعمل القضائي والمفتشيات العامه ومسائل الضغط اللي كيجي من واحد اش نقول لكم واحد الترتيب هرمي كيجي من الفوق، الضغط كيجي من الفوق، بالتالي الاستقلاليه في القضاء صعيبه باش كل انسان كيجي من فوق، كتجي تعليمات. اذا كانت تعليمات الدستور كيقول ان القضاء مستقل وتم احداث هذه الهيئه ديال القضاء او المجلس الاعلى للسلطه القضائيه وكيأكد على ان كاين استقلاليه، ولكن هذه الاستقلاليه شنو كيعني بها المشرع؟ على حسب الفهم ديالي البسيط، الاستقلاليه كيعني ان ما يجيش واحد من البوليس او العامل ديال الاقليم او جهاز امني داخلي مثلا ديال استعلامات او الاستخبارات ويضغط على القاضي، ولكن كاين واحد المساله ما طرقلاش المشرع. اشنا هي ان يقدر هذاك السيد اللي في محكمه النقد او في المجلس الاعلى للسلطه القضائيه، وكتعرفوا ان رئيس محكمه النقد هو المجلس الأعلى، هو الرئيس المنتدب ديال المجلس الاعلى للسلطه القضائيه، الوكيل العام لمحكمه النقد هو رئيس النيابه العامه. بالتالي تصوروا معايا ان قاضي مبتدئ غتجيه تعليمات من المجلس الاعلى للسلطه القضائيه، واش غينفذها ولا ما غينفذهاش؟ بالتاكيد غينفذها. ونرجع لكم واحد الحاله واحد القاضي من القصر الكبير الاستاذ الجباري اللي كان طلق واحد السيد اللي كان اعتقل واحد السيد في تهمه المخدرات، وكانوا الناس باغينه انه يخرج. اذا بالتالي شنو وقع؟ تعرض لمضايقات، السيد عمل تدوينه في الفيسبوك كيحتج فيها على ما تعرض له من مضايقات. اشنو وقع من بعد داكشي؟ تعرض لعقوبات ادبيه. اذا هنا فين كاين الاستقلاليه؟ ولاو الناس سواء القاضي او غير القاضي كل واحد كيخاف على الطريف ديال الخبز ديالو، كل واحد كيخاف على المصالح ديالو، كل واحد كيطمح انه يترقى وانه يحسن الوضع المادي ديالو والوضع الاجتماعي ديالو. بالتالي الاستقلاليه ديال القضاء ما يمكنناش نهضروا عليها. يعني من ناحيه ديال استقلاليه القضاء، واش كتكلم على قضاء او السلطه القضائيه في المغرب كمنظومه بطبيعه الحال؟ نعم. او بعض الحالات. لا شوف، الاستقلاليه ديال القضاء ملي نقولوا الاستقلاليه ديال القضاء راه ما كنهضروش على قاضي دون اخر. حنا ملي كنهضروا على القضاء كنهضروا على جميع المنتسبين ديال الجسم القضائي، قضاة النيابه العامه، قضاة التحقيق، قضاة تنفيذ العقوبه، قضاة الملحقين بوزاره العدل، والقضاة ديال الموضوع اللي هما كيكونوا في الهيئات سواء كانت ابتدائيه او استئنافيه او تجاريه الى غير ذلك. يعني كنهضروا على القضاء، كنهضروا على جميع القضاة كمنظومه، جميع القضاة اللي في المغرب. وقيل كنهضروا على الاستقلاليه وعلى التعليمات، وقيل المغاربه كاملين كيعرفوا ذاك القاضي محمد قنديل اللي قال خرج لفرنسا وقال بانه تعرض للمضايقات
وتعطاتو تعليمات هو ما نساقلاش، ما بغاش ينفذ التعليمات بخصوص اشخاص بعينهم وقضايا بعينها، وبالتالي تعطى السلطه القضائيه. هو كيقولها في فيديوهات ديالو تعطاتو تعليمات هو ما نفذهاش، لان كان عنده قناعه ان ذاك الملف خصو يدار فيه داك الشيء اللي شافه صحيح، ولكن جاتو تعليمات ما ديرش داك الشيء اللي بغيتي انت، دير داك الشيء اللي بغينا حنا. وبالتالي خرج بالتصريحات وهذا، وقعت له مشاكل وتوقف من العمل، بالتالي خرج لخارج المغرب ودار اللجوء السياسي ولا كيهاجم القضاء، لان كيعرف الدواليب ديال القضاء وكيعرف قضايا وكيعرف كيفاش. تصوروا معايا انا قاضي كيقول بان ناس جاو عنده للدار وطلبوا واحد القاضي، كيقولوا له الله يرحم والديك القضيه شنو فيها وشنو فيها والله يرحم والديك وهذا الشيء غينفعك عند الله. قال لا لا لا، انا مثلا اعطيني على الفلوس. هذا الشيء قال قاضي كيقول على قاضي معين، اعطيني على الفلوس وملي نمشي عند الله يشويني في حل. يعني شوف الفكره اللي ولات عند الناس ديال القضاء، يا اما ما شوف كاين غياب الضمير وكاين الخوف، هي كاين جوج مسائل، كاينش الثالثه. كاين غياب الضمير ان كاين الناس اللي كيبغيو يوصلوا للسلطه، يعني المناصب، والمناصب ما يمكنلاش توصلها بلا ما تعطي الفلوس. هذا مسألة معروفة، يعني حتى في الإدارات، الإدارة القضائية راه باش تولي مسؤول في واحد المحكمة، تولي وكيل عام أو تولي وكيل ملك، ما غتجيش تولي واخا تكون كومبيتون، تكون عندك الدرجة الاستثنائية. نعطيك مثلا سي عبد الوفي، أنا القاضي اللي سمعنا هذه الأيامات أنه تعتقل صديق ديالي نائب وكيل العام، إنسان متمكن من الناحية القانونية، كيقرا الدراسات المقارنه وكيقرا ومتمكن ضليع في المجال ديالو، وقاضي من الدرجه الاستثنائيه، سنوات وهو نائب وكيل عام ما ترقاش. علاش؟ لان كاين مسائل كتدخل فيها السلوكيات، وكاينه مسائل اخرى اللي فيها الوساطه وفيها باك صاحبي وفيها هذا. اذا القضاة كيشوف راسو انني انا تعطى واحد المنصب، باش نزيد المنصب خصني نشوف مورد مالي باش نقدر نقولوها بالدارجه، باش نقدر نكاسكي على راسي ونزيد. وفي الناحيه اخرى كيشوف انه مع اخوان ديالو زملاء ديالو اللي كيتقاضاو مبالغ خياليه، وهو كيتسلف وكيتكلف وعايش حياه مزريه. اذا انت هو كيمشي في ذاك الخط التحريري اللي راسمه المنظومه. وبالتالي الاستقلاليه ديال القضاء ما يمكنلاش تكون. واحد المساله خطيره، الفساد في القضاء ماشي انا اول واحد كنقولو، رئيس ديال الدولة قال بأن القضاء فاسد، وقبل منه سيدنا رسول الله قال قاضيان في النار وقاض في الجنة. يعني القضاء معروف أن القضاء صعيب. من هذا الباب كيفاش بغينا احنا هذا القاضي يكون نزيه، وكيفاش ما تكونش التعليمات، وكيفاش ما تكونش الضغوطات عليه. خصنا نبداو، انا قلت لك كاين الوضع الاعتباري ديال القاضي، الحاله الماديه ديالو الاجتماعيه الى اخره، كاين الترسانه القانونيه، كاين فراغات كبيره باش يكون استقلال القضاء وكتكون نزاهه، لان الاستقلال يمكننا نربطوه بالنزاهه في القضاء وفي اصدار الاحكام. كاين نصوص قانونيه اللي فيها فراغ كبير. كاين السلطه التقديريه اللي ما كاين في حتى دوله في العالم، من 6 شهور الى 5 سنوات. اذا انت فتحتي واحد الباب من يدوز الشيطان. 6 شهور ماشي هي عام، وعام ماشي هي عامين، وعامين ماشي هي 5 سنين. اذا فتحتي واحد الباب فجوه كبيره. ثالثا، بعض المرات كتشوف ان القاضي كتكون عنده قناعه معينه وكيخاف انه يصدر حكم مثلا بالبراءه، رغم ان القرينه ديال البراءه هي الاساس. كيخاف ان كيقول لك انا غنطلقو غنتسمى شديت، وهذا الشيء سمعته بودني ماشي قالوا لي شي واحد. كيقول لك انا ما نطلقوش، ان غنطلقو غيقولوا شديت، اللهم نخليه القاضي التحقيق يطلقو. قاضي التحقيق كيقول لك انا ما نطلقوش، ان غيقولوا شديت. شوف دابا الفكره، يعني القضاء مرتبط بالرشوه، وهذا الشيء كلشي كيعرفوا، انا ما كنقولش شي حاجه جديده. واذا بغات حتى المفتشيه العامه ديال السلطه القضائيه تعمل دوره، سهل. شوفوا القاضي شحال كيربح، علما ان كاين قضاة نزهاء، كاين قضاة اللي ما كيدخلوش على ولادهم الحرام. يشوفوا هذه المفتشيه تباشر العمل ديالها في اطار تحقيقات موازاه مع بعض التحقيقات اللي تقدر هي تعطي التعليمات بشانها المصالح الامنيه اللي عندها الامكانيات انها ترصد الاختلالات، وتشوف الجوانب الماديه مثلا المحافظه العقاريه ممكن ان القضاء يولج لها، ويشوف الممتلكات اللي في اسم قاضي او
الفروع ديالو او الاصول ديالو، الزوجه والعائله ديالها، ولاد عم تصريح. لا ماشي تصريح، فرق بين تصريح، يقدر هو يصرح بان عنده 2 ديور، ولكن ولد عماد مرته عنده فيرما كدير 3 المليار. اذا نشوفوا هذا ولد عماد مرته وقتاش شرى هذه الفيرما ديال 3 المليار، واش ملي ولاد السيد قاضي ولا قبل؟ اذا كان قبل الله يعاونه. ولكن راه كاين ناس كتحايل على القانون، القانون واحد الصور كله عالي وكيخلع، ولكن كله تقابي من التحت، اللي كيعرف يدوز كيدوز. انا قاضي ما كنشد والو، كاين الناس اللي غيشدوا لي في فرنسا وفي اسبانيا وسطاء، وكاين الناس، وكاين دابا العمولات المشفره، وكاين هذا. انا نشوف اسيدي تعمل بهذه الفلوس. انا عندي اصدقاء قضاة وكيعاودوا لي شي مسائل اللي هي خطيره. قضاء واحد البحر كبير حتى واحد ما قدر يصلح. كما قلت كاينه قضايا تم اللعب فيها والتحايل فيها على القانون بنفسه، وناس عاملين جرائم كبيره وتعطاتهم البراءه. مثلا كاين ملفات داز في طنجه اللي فيها حكم ابتدائي 10 سنوات، الحكم الاستئنافي 10 سنوات، والنقل البراءه، رغم انه كاين محجوز. قلت انه كاين اصدقاء عندي اللي كيعاودوا مسائل، كنكون جالس معاهم كنسمع شي حاجات اللي كتخلع. كاين ظلم واقع على القضاة، قضاة معينين، الناس اللي كثر الناس اللي هما نزهاء، وكاين ناس بطبيعه الحال. الانسان القاضي اذا كان نزيه وكان غيحرم بعض القضاة انهم يتلقوا مبالغ مقابل قضيه بعينها، راه ما غيبقاش مزيان، كيحرم عليهم رزقهم. نعطيكم انا واحد المساله التضييق عليه او الايقاع عليه. الايقاع به. نعطيكم واحد المساله. كاينه قضايا دازت كون كانت المفتشيه العامه، نعاود نقولها، باغا دير خدمتها، غتمشي تشوف الممتلكات، ماشي تقول له شنو عندك، لا، هي تعمل بحث. المحافظه العقاريه، بنك المغرب باعتباره هو المشرف على البنوك المغربيه، صندوق سميتو مكتب الصرف اذا كان شي تحويلات ولا الله اعلم. كاينه مسائل اللي يمكن انهم يوصلوا بها الحقائق، والبحث في الاصول وفي الفروع، نمشيو حنا لابعد نقطه في البحث، وغيعرفوا ان واش السيد عنده او لا ما عندوش. ثانيا واحد المساله اخرى اللي كتغبن هي ان كما قلت كاينه قضايا تم اللعب فيها والتحايل فيها على القانون بنفسه، وناس عاملين جرائم كبيره وتعطاتهم البراءه. مثلا كاين ملفات داز في طنجه اللي فيها حكم ابتدائي 10 سنوات، الحكم الاستئنافي 10 سنوات، والنقل البراءه، رغم انه كاين محجوز. بغيت انا نفهم هاد القضاة اللي قبلوا النقد، يعني درسوا الملف وقبلوا النقد، ثم تحال على محكمه اخرى، وشنو اعتمدوا، على اي اساس اعتمدوا، واش خطا مسطري، واش كاين شي مقررات اللي ما مفهوماش. السيد محكوم ب10 سنين وعنده محجوز قد ديال الاطنان، فاذا به كيخرج براءه. واش هذا ما كيطرحش تساؤلات؟ عدول في طنجه مثلا زور اراضي الناس، جاو الناس من الخارج لقاو ارضهم تباعت، تشد العدول، تزوير في محررات رسميه الى اخره، وخدا عام ونص. واش بربكم عدول مزور ارض وتابت داك الشيء عليه، والا ما كانش غيتعتقل، فاذا به كيدي عام ونص او عامين، 2 المليار ونص اللي دا الارض ديال الناس مشات. لا دابا غيخصهم يمشيو، لا غيتطعن فيها بطبيعه الحال. كاين طرق، علاش؟ لان هذيك الارض ديالو تخذت بالزور، ما بني على الباطل فهو باطل. هي المحاضر الشرطه، اذا كانت محاضر ديال واحد الضابط ديال الشرطه معين اتهم فيما بعد، تم اتهامه فيما بعد بالتزوير في شي محرر رسمي، يعني محضر،
خصو نورمالمون داك القضايا اللي دازت عليه يدو كلها يتعاود فيها النظر. لا كاين في الكتوبه، كاين في الوراق، ولكن في الواقع لا ولا هذه حاله اخرى استاذي، حاله اخرى. علاش؟ لان واحد الارض زورت وهذاك السيد اللي زورها تعتقل وتمت الادانه ديالو، لابد الحق يرجع لصحابه. ولكن سير نعس وفيق عمل النعسه ديال اهل الكهف ونصب تاخذ حقك. المشكل انك تعرفوا المشكل ديال المغرب اللي كيهضروا عليه الناس ديال القضاء وغير القضاء، انه هو التنفيذ ديال الاحكام. دخول عاوتاني في واحد النزاع طويل وواحد المتاهه ما عندكش كيفاش تخرج منها. يعني يكاد يستحيل التنفيذ في المغرب، خصوصا التنفيذ لا ماشي الدوله، حنا نشوفوا عابين الاشخاص. اما الدوله ما كتنفذش الاحكام ديال الدوله. تصوروا انتم واحد المساله، انا قلتها في واحد الفيديو ان كاينه اهانه حتى للرموز ديال الدوله. علاش؟ ان الحكم كيصدر كما كيعرف الجميع باسم جلاله الملك، هادشي اللي في المنطق ديال الحكم. وملي كنشوفوا ان حكم يصدر باسم ملك البلاد وفيه ثغرات خطيره اللي كيقول عليها المشرع ان الشك يفسر لصالح المتهم، ثغرات خطيره والقضاء ما كيهتمش بها. كنشوفوا ان احكام صادمه وغير عادله وتحكم او تصدر باسم الملك. اذا هنا انا كنقول ان القضاء ما يمكنلوش يكون مستقل. علاش؟ لان خص اعاده الهيكله ديال الجسم القضائي، اعاده النظر. واش اصلاح القضاء اولا ام محاربه الفساد داخل القضاء؟ لا، محاربه الفساد بوحده ما كاملش اذا كانت القوانين غير متناغمه. لا، القوانين غير متناغمه مع الاستراتيجيه ديال الاصلاح. انا باش غنصلح القضاء خصني نعمل قوانين ان لا جريمه ولا عقاب بدون نص. ايوا انا غنحارب الفساد. فين هو النص اللي غيأكد لي على ان الجهه الفلانيه خصها تقوم وتقوم 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 بالدور ديالها؟ ما كاينش. النص عقيم. المنظومه القانونيه ديالنا فيها فراغات، فيها تلاعبات، فيها نصوص تفسر وكل واحد كيفسرها على حد المستوى المعرفي ديالو او على حسب فهمته. كاين نص واضح. ما تنعطيك الفصل 119 120 ديال ادماج العقوبات، يقدر هذه المحكمه تدمج العقوبه ومحكمه اخرى ترفض الادماج. السلطه التقديريه خصها تزول. ثانيا مساله اخرى خصني نهضر عليها، ما يمكنش القضاء يكون عادل في المغرب والقاضي كيدوز 70 ملف في النهار. استاذ الكريم، نشوفوا فرنسا، نشوفوا امريكا، القاضي كيجلس مرتاح، عنده 3 4 الملفات غيدوزها في الجلسه، كيقراها بالتمعن والتروي وكيعرف المتهم. هذا باش كيعمل كيقرا المحاضر دغيا، عاد غنهضر على المحاضر، كيقرا المحاضر دغيا وكيعمل واحد ديك الملون اللي كيبين فيه على النقط الاساسيه اللي غيسول المتهم او المحامي او هذا غيتفاعل مع الهيئه ديال الدفاع ومع المتهم. كتلقاه ما قاريش. عندنا 70 ملف الحمد لله اللي ما كيتخلطولوش يبقى يقول هذا يتهموا بالتهمه هذا وهذا يتهموا بالتهمه هذا. كاينه مسائل خطيره. ثم ان كاين الضابطه القضائيه، عندنا اشكال كبير في محاضر الضابطه القضائيه. علاش؟ قالوا غيديروا الكاميرات في مخافر الشرطه ومخافر الدرك، ان التحقيقات غتكون مسجله. علاش ما تنفذتش هذه؟ ما يمكنش ينفذوها لانهم عارفين ان كاين قصور في العمل الشرطي او الدركي. تصور انت واحد عنده الصفه الضبطيه طبقا للفصل 20 من قانون المسطره الجنائيه، الماده 20 من قانون المسطره الجنائيه عفوا، ضابط عنده تكوين في المعهد ديال الشرطه، عنده واحد الخدمه شويه فعليه، كياخذ مرسوم مشترك بين وزاره العدل ووزاره الداخليه باش كيزاول المهام ديال الشرطه القضائيه، ولكن الاسلوب ديالو مستواه طايح. كيدوز على الاحداث وعلى هذا، كيدوز مرور الكرام عليها. ثانيا كتجيب واحد مساعد ديال الشرطه القضائيه اللي لا يفقه شيئا في القانون، ثغرات خطيره. انا كنظن اذا قبضتي الملفات اللي في السجون المغرب 100,000 سجين، اذا قبضتي الملفات ديالها وعطيتيها لقضاء اخر، قضاء اللي عنده بالفعل عنده كفاءه ودرايه بالامور، يخرجوا كاملين بالخرق المسطري. ما صار، قريت واحد الكتاب واحد الاجتهادات ان مسائل بسيطه ما تنعي الضبط ديال المتهم، اذا عملوا خطا في العنوان ديال السكن ديالو كيطلقوا القاضي. اذا كان 0.1% ديال الشك او الخطا يسقط القضيه كامله. حنا لا، حنا محاضر الشرطه كارثيه.
نعطيك واحد المساله ديك عدم التوقيع. عدم التوقيع هنا خاصها تكون واحد المساله، المتهم حقه ما يوقعش المحضر ديالو، حقه ما يوقعش المحضر اذا كان ما يتضمنه المحضر يتهمه او يشير اليه بخصوص جنايه او جنحه. واخ ما غنسنيش المحضر، ما غنسنيش الدور ضمن داك الساعه اللي يشوف واش هذا السيد عنده الحق او لا ما عندوش الحق. هذا السيد واش كان مصيب انه ما وقعش المحضر ديالو او لا، هو القضاء. ولكن اليوم كتشوف مسائل كاينه ناس ما دارلهمش محاضر، كيدير لهم محضر وكيدير رفض التوقيع. فين هو الدور النيابه العامه؟ واش كتظنوا نتوما المغاربه ان كاين شي نيابه العامه اللي كدير التحقيق؟ النيابه العامه لا، النيابه العامه في العالم تقوم بتحقيقها، ان تحقيق البوليس بوحده، ولكن من اثناء العرض على النيابه العامه وكيل الملك خصو يفصل مع المتهم كل ما جاء على لسان الشرطه، واش قالوا هذه وقلتي هذه، ويعمل تحليل اخر ديالو، يعمل محضر اخر ديالو، وعاد يتدفع للجلسه. كيقول له درتي ما درتيش؟ لا ما دايرش، سيبوا عند قاضي التحقيق عاوتاني يشوف ما عنده. علما ان في القانون المغربي في الجنح محاضر الشرطه القضائيه يوثق بمضمونها ما لم يثبت العكس. يعني اذا قال لك البوليس درتي واخا انت ما دايرش، كيعمل لك رفض التوقيع، هذا رفض التوقيع خصها بحث دقيق. علاش؟ لان اذا كانت التصريحات ديالي هي اللي تم في المحضر اكيد انني غنوقع، ولا لا سي عبد الوافي؟ اذا كنت انا قلت لا، انا قلت هذا الشيء وما تزاد عليا والو، ما تمش الكذب والافتراء عليا، اش غندير؟ غنوقع بكل اريحيه وبفرح لي انا نوقع. لا اسمع، انا وقعت لي اسمح لي السي عبد الوافي، هذه المساله مهمه اللي ترتيها. انا داروا لي في 2011 وافق على ما جاء في المحضر جمله وتفصيلا، يا سلام، ورفض التوقيع. شو على تناقض كده؟ انا وافقت، امصبكم ما دارش داك وافق على ما جاء فيه جمله وتفصيلا ورفض التوقيع، لا، وافق على ما جاء في المحضر جمله وتفصيلا ورفض التوقيع. هذا قضاء في مصر كان يطلقني. تمت الاحاله ديالي مثلا على قاضي التحقيق في اطار الهجره السريه، وهذه جنايه. اش كيقول القانون في الجنايات؟ قلنا ان الجناح محاضر الشرطه القضائيه يوثق بمضمونها ما لم يثبت العكس، وصعيب تثبت العكس ضد البوليس، ماشي في هولندا. ولكن في الجنايات محاضر الشرطه القضائيه يؤخذ بها على سبيل الاستئناس، خبيره. قاضي التحقيق كيعاود التحقيق من جديد. المشكل اللي كاين في التحقيق كذلك ان التحقيق عنده ملفات. اش كيدير؟ كيعمل كوبي كولي، كيجي تهماتك الشرطه والنيابه العامه بكذا عملتي ما عملتيش، لا ما عملتش، سميتو سني هنا سير الحبس. هذا التحقيق الاعدادي ما فيهش حتى 10 دقائق. من بعد داك الشيء اجي عنده، قالوا البوليس هذا، قالوا واحد الشاهد كذا، قال مجموعه ديال الاسئله كتجاوب عليها انت بصدق. هو الانسان ملي كيكون تريسيان، ملي كتدخلوا للدار كتقول له البوله ما كتشعلش منها، كيعرف مين يقدر يكون البان. بلومبي ملي كتدخلوا للدار كتقول له الروبيني ما مقطوع الماء، كيعرف علاش الخبره ديالو. à force de forger on devient forgeron. كيكون عنده القاضي اللي قاضي خصو يتسم بالحكمه وبالذكاء وبالدهاء. قلت ان القاضي خصو تكون فيه مواصفات عده: الحكمه، ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا، وخصو يكون ذكي، وخصو يكون فيه شويه ديال الذكاء والدهاء، بجوجهم، الذكاء والدهاء. انك يتعامل مع انسان عامل جريمه خصو يقدر يوصل لحقيقه الامر. وهذا الشيء في العهد القديم كانوا القضاة كيختاروهم على رؤوس الاصابع. علاش؟ كيكون قاضي في البلاد، كانت الامور بالفعل ماشي الكثافه السكانيه ماشي دابا، ولكن كيتختار شكون هو القاضي اللي غنختار. خصو يكون ذكي. اذا انا جا عندي محضر كقاضي تحقيق او قاضي الموضوع اللي غيناقش الملف، خصني نشوف هذا المتهم، نشوف التصرفات ديالو، نحاول نقراه من الجانب النفسي، نشوف الطريقه ديال الكلام ديالو، نشوف واش كيكذب واش ما كيكذبش، ونوازي داك الشيء اولا نقارنه مع المحاضر اللي عندي. وبالتالي
غنقدر نخرج بواحد الخلاصه اللي هي على اساسها غيتحاكم داك السيد وما يسمى بالاحاله. ولكن للاسف قضاة التحقيق في المغرب وهذا الشيء وقع لي، انا كنهضر من منطلق تجربتي. قاضي التحقيق عيط لي، قلت له غنجيب لك ما يفيد انني بريء في 2011. قال لي غنعطيك 15 يوم باش تجيب لي داك الشيء. سنيت، مشيت، داوني نسلا جوج، بقيت كنتسنى قاضي التحقيق وشويه كتجيني الاحاله ان تحاليت على غرفه الجنايات. اذا شنو دار قاضي التحقيق؟ دار كوبي كولي، أنا سولته وقال لا، ولكن التحقيقات ديال الشرطة تفند ادعاءاته. إذا مادام كاين تحقيقات الشرطة، علاش سيدي أنت قاضي التحقيق؟ والقانون كيقول أن القانون المحاضر الشرطة القضائية لا يؤخذ بمضمونها استئناس. إذا سالي محاضر الشرطة القضائية ويعمل معايا التحقيق. واش حنا عندنا قضاة التحقيق اللي في فرنسا كيخرجوا للمسارح ديال الجريمة؟ واش عندنا قضاة التحقيق اللي كيمشيو ويعملوا تحقيقات على حق وطريقه؟ ما عندناش. حنا عندنا قاضي عام ديال الاعتقال الاحتياطي اللي كتكون الموندات ديال الديبو، يعني قرار الايداع ديال قاضي التحقيق. تصوروا انتم معايا عام شحال كيشوف فيه قاضي التحقيق المتهم او المتهم كيشوف قاضي التحقيق جوج مرات، التحقيق الاعدادي والتحقيق التفصيلي. وعلاش كتعملوا التمديد؟ انت ساليتي معاه في 15 يوم 20 يوم شهر، ساليتي معاه، علاش غدير له التمديد عام؟ دوزوا الجلسه. لا، غيخليه عام عاد يعمل قرار الاحاله ويحيلوا عليه. وكاين الناس اللي بقات اكثر من عام، كاين ناس بقات اكثر من عام. اذا القضاء استاذي الكريم قضاء واحد البحر كبير، حتى واحد ما قدر يصلحه. حشومه قاضي كتجي الملها ليلي وكتسكر وكتبقى تبوس ليد الناس، وانت قاضي ومزوج ومراه جالسه معاك شبه عاريه وتدرعها. كاين مناظر يستحيل يدرعها، ايوا يعانقها. حشومه. كنا في بلاد اخرى هذيك القضيه توقف نهار لا غد ليه يتوقف. ان كل المسؤولين في المغرب بمن فيهم الملك ديال البلاد يعترفون بالقصور ديال العمل ديال المؤسسه القضائيه، وعرفتم انهم دخلوا في قضايا وقلبوا فيها حقائق وقلبوا معطيات او الاثبات. يمكن رئيس يعني رئيس المجلس الاعلى للسلطه القضائيه بالنيابه او الرئيس المنتدب، ونعطي اسماء ديال المعتقلين اللي دازوا وتم الاطلاق السراح ديالهم. كيف يعقل ان رئيس جماعه الدم 117 مليار ويتحكم عليه ب4 سنين موقوف التنفيذ؟ وزراء دازوا في العدل اللي كانت النيابه العامه باقا تابعه لوزاره العدل، بكاو. وزراء كيمشيو سميتو للبرلمان وكيبكيو، ملي كيهضروا لهم على العدل كيبكيو. علاش كيبكيو؟ لان ما قادرين يعملوا والو. قال لي واحد النهار السي مصطفى الرميد، كنت اتصلت به وانا معتقل، قلت له هضر لي مع المندوب ملي تبدل بن هاشم، كان هو اللي جابني من مول البرقي للقنيطره. قلت له هضر لي مع هذا المندوب الجديد مع التامك. قال لي انا قسمت بالله ما باقيش نهضر مع شي مسؤول في شي حاجه ديال شي واحد او ديال عائلتي. قال لي ان القضاء كتلك الفتاه الجميله التي يطمع فيها الجميع. وبقيت كنضحك. قال لي علاش كتضحك؟ هذا مصطفى الرميد اللي كان وزير العدل وانا معتقل. قلت له ضحكتني هذا كتلك الفتاه الشبيه جميل. قال لي بالفعل. قال لي اليوم نقول له هذا السيد خصو يمشي لهذه البلاصه. قال لي غدا غيقول لي راه كاين واحد الملف ديال واحد المدير تهمو سجين او تهمو موظف شي حاجه، الله يخليك وقف معنا وطوي الملف. هنا شنو المعنى ديالها؟ ان كل المسؤولين في المغرب بمن فيهم الملك ديال البلاد يعترفون بالقصور ديال العمل ديال المؤسسه القضائيه. لجنه التفتيش والله ما كتقوم بالدور ديالها. حتى التبليغات، انا عملت شكايات وقضاة في المجلس الاعلى للسلطه القضائيه وما دار معاهم والو.
عملت شكايات في رئاسه النيابه العامه وما داروا، سردوا لي ميساج شداد كيسردوا لك ميساج. انا باقي راك في التي جي في جاني ميساج بان تحالت على انا قضيه كبيره سردتها لرئيس النيابه العامه، قضيه كبيره قبل ما تعتقل، كان شكاب ناس، قضيه كبيره اللي اعتقلت هذه المره على المره الاخيره واللي تظلمت فيها والقضاء ما دارش. وهذه مناسبه باش نقول انني كان عندي شيك بدون رصيد، عندي التنازل ديالو، تعتقلت لان التنازل فيه خطا في الرقم. شنو خصو يدير السي عبد الوافي القضاء؟ استدعاء ذاك المصرح اللي دفع الشيك ويقول له السي فلان راك انت واش عندك شي شيك اخر يحمل هذا الرقم اللي كاين في التنازل؟ غيقول له لا، ان اذا عندك خصك تدفعه، واذا ما عندكش علاش داير خطا في سميتو في هذا التنازل؟ غيقول له راه وقع الخطا في اثناء الكتابه او هذا، يقول له سير صلحوا ونخرج بحالي. ولكن انا دوزت عام ونص لان القضاء ما دارش شغله، لم ينصفني القضاء على الاطلاق. اذا كيفاش غنقول ان كاين قضاء مستقل وكيفاش غنقول ان كاين نزاهه في القضاء؟ انا كنعرف ناس في القضاء كنعرفهم حق المعرفه، وعرفتهم انهم دخلوا في قضايا وقلبوا فيها حقائق وقلبوا معطيات وبالاثبات. يمكن عايز يعني رئيس المجلس الاعلى للسلطه القضائيه بالنيابه او الرئيس المنتدب ونعطي اسماء ديال المعتقلين اللي دازوا وتم الاطلاق الصراح ديالهم. انا مثلا في حالتي عندي شيك بدون رصيد وما فيش لا نصب لا احتيال لا تزوير، خديت عام ونص وناس دازوا تزوير في محرر بنكي وشيك بدون رصيد والنصب والاحتيال وداو 6 شهور 8 شهور. حلل وناقش. فين هو القضاء؟ القضاء كيعاقب اللي عمل الجريمه الاشد وكيمتعوا بظروف التشديد، واللي شيك راه في اوروبا ما بقاوش كيديو عليه للحبس. انا عندي اوراق ديالي تجاريه وانا عملت خدمت غبي وعملت ثقه في واحد الانسان اللي ما يستاهلش الثقه خانتني وتعاقبت، ولكن ما تعاقبش بسنه ونص. وواحد اخر اللي نصب على عباد الله ب 400 و500 مليون يدي 6 شهور 8 شهور. اذا القضاء اقولها بصدق، القضاء خصو يتفتح، ماشي نفتحوا ورش القضاء. جا الوزير الاول قال غن اصلاح منظومه العداله، في ذاك الاصلاح منظومه العداله مشات ملايين ديال الدرهم، وديرنا هنا مؤتمر وديرنا هنا لقاء وديرنا هنا اجتماع والبيبليسيتي وكل شيء كيهتف وكل شيء كيهضر على اصلاح ديال واحد القضاء اللي فيه الناس ما باغينوش يتصلح. لان اذا تصلح القضاء كيفاش غيعملوا هما؟ تصور معايا السي عبد الوافي ان القضاء صالح، ما يمكنش، ما يمكنش. اجي نقول لك اسيدي كيف يعقل ان مسؤول سرق ميزانيات ضخمه كيتمتع بالصراح؟ كيف يعقل ان رئيس جماعه 117 مليار ويتحكم عليه ب4 سنين موقوف التنفيذ؟ واحد يسرق 100 درهم يمشي للحبس وزيدوا نخليو ضربوه. باش نخليو ضربوه؟ سمحوا لي على هذه الكلمه، انني كنزيدوا يمكن هذاك السيد كان خدام على عائلته، كنزيدوا نخليو عائلته يمشيو يتسلفوا باش يسردوا له يشري بيمو دانون باش ياكلوا في الحبس. حنا كنزيدوا نغرقوا الغريق واللي لاباس عليه كنزيدوا ندفعوا فيه ونعطيوه فرصه انه يزيد يستغنى. نعم ستي. شنو كتشوف بان نعطيوه نظره قاتمه جدا 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 على القضاء في المغرب، خصوصا مع في الاونه الاخيره كانت واحد المجموعه ديال الاعتقالات ديال المسؤولين ديال المنتخبين ديال القضاة ديال وكاله الماليه. فهم كيفاش؟ هذا الشيء مش كاين رغبه. لا 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 ما كانش الرغبه، اين يكون المدخل؟ واخا السي عبد الوافي كتعرف ملي كيتقرب عاشوراء ياك العاشور كلشي كيولي بيع تعارج وكلشي كيعمل داك الشهوب الاصطناعيه وكلشي كيبيع الغيطه وكيغيط الغيطه كيخرجوا في المواسم. شحال من ملف تفتح من طرف المجلس الاعلى للحسابات تفتح وسمعنا ضجه رئيس جماعه دار فين هو رئيس الجماعه كيدور؟ مفتوح. لا الملف مفتوح. مفتوح الى واذا كان رئيس مجلس النواب متابع بشيكات بينو رصيد وباقي رئيس مجلس النواب، فين هو القضاء؟ النهار اللي الهيئه ديال الاكادير استدعت واحد المسؤول بلا ما نقول شكون هو كيعمل في القصر الملكي، داروهم في الجباد كاملين. قال القاضي
القاضي نزيه قال يتم استدعاء في القضيه ديال السرقه اللي كانت في القصر الملكي ديال شي حاجات متعلقات بالقصر، استدعوا مسؤول من القصر، صبحوا كاملين طايرين ديك القضاة، والله تيطيروا بالله، تستدعي المسؤول ما تقدرش. اذا ها ملفات تحلات، كتكتب الجرائد كيهضروا مسؤولين في الاذاعه لان المجلس اذا القاضي خصو يكون خصو حمايه، ما يقدرش يكون القاضي محمي في هذه البلاد، يعني خصو يكون محمي بالقانون. ولكن القانون فينا هو القانون مجرد حبر على ورق، القانون حبر على ورق. شتي الدستور ديالنا من اجمل الدساتير في العالم، شتي قانون جنائي فيه حسنات، ما فيش على السيئات، فيه حسنات. القوانين الاخرى فيها حسنات، ما نقولوش حنا على الجانب المظلم، الكاس الفارغ ما نشوفوش، نشوفوا الكاس المليء، النصف الممتلئ من الكاس. ولكن شكون اللي كيطبقوا؟ انا كنقول لك ان المجلس الاعلى للحسابات، وهذا الشيء تقال في التلفازه وفي الصحف الورقيه والالكترونيه، المجلس الاعلى للحسابات دار ورئيس الجماعه واختلالات خطيره وكذا وكذا. فين هو رئيس الجماعه؟ واش هل يقبع كباقي المتهمين او باقي المجرمين؟ ان المجرم ماشي اساءه، المجرم هو كل شخص، ان شي مصطلحات حتى الناس اللي مثقفين ما كيعرفوهاش. المجرم هو كل شخص ارتكب فعلا جرمه القانون. اللي كيغني كنسميوه مغني، واللي كيعمل جريمه كنسميوه مجرم. هذا ماشي سب او قذف او لا سميتو. ما شحال من واحد كيقول ما تقوليش انا مجرم، لا انت مجرم لانك ارتكبت فعلا جرمه القانون فاصبحت مجرما، يعني طحتي في واحد في المحظور. المجلس الاعلى للحسابات دار بلاغات، دار ملفات، جطو مسكين عيا ما يخرج، ولكن القضاء ما كيدير والو. كيديو السيد للمحكمه، كتصنتو الفرقه الوطنيه، كيمشي عند الوكيل الملك، كيعطيه الوكيل العام، كيعطيه الصراح مؤقت، الجلسه واقيلا الاستدعاءات كيتسالاو لهم. اجي نقول لك واحد الحاجه اكثر من هذا السي عبد الوافي، القضيه ديال المباركه. السلطات الفرنسيه ارسلت واحد المذكره لقضيه التحقيق في المغرب حول استدعاء حسني بن سليمان قائد ديال الدرك الملكي، ان كان سميتو وارد في التحقيق ديال قضيه المباركه. اش جاوبوا من المغرب؟ قال لهم ما كنعرفوش فين كيسكن حسني بن سليمان. واش هذا الضحك على الدقون؟ كيضحكوا على الناس. القضاء ما باغيش يدير خدمته. رانا كنقول لك رئيس جامعه دا 117 مليار تعطاه الصراحه ومن بعد تحكم بشي مده موقوفه التنفيذ. واحد كيسرق بيسيكليت كدير 300 درهم كيديوها للحبس ويخسروا عليه. شوف محاضر بوليس كيتحركوا كيديوها للمحكمه، طلع وجه المحكمه، وهذا على 300 درهم. شكون اللي خصو هذاك اللي سرق بيسيكليت؟ شحال ديال الناس اللي تضروا من داك السرقه؟ شحال ديال الناس؟ واحد غيكون الولد اللي تسرقت له بيسيكليت هو اللي تضرر، وباه اللي غيعاود يشري له وحده اخرى باش ما يخليهش بلاش. جوج الناس ضروا، الضرر المادي على الاب والضرر النفسي والمعنوي على الابن. ولكن ملي كيجي واحد كيسرق 200 مليار ديال الجماعه، خصو يكون فيها الطريق، وخص تكون فيها المدارس، وخص تكون فيها الاناره والماء الصالح للشرب والمستوصفات وما يلزم المستوصفات من اجهزه. وكيف ما كتعقل السي عبد الوافي، احنا عاد كتبنا على القصر الكبير كيفاش تسرقت اجهزه او لا دابت اجهزه سردتها طبيه، معدات طبيه، جابتها جمعيه باش تعاون بها الساكنه ديال مدينه القصر الكبير، فاذا هي تبخرت كيفاش 500 او 600 هي القيمه ديالها 400 مليون. القيمه ديالها انا كنشوفها اكثر من 400 مليون، لان ملي يكون عندي انا في السبيطار ديال القصر ماموغرافي واحد، ماشي عندي جوج، ماشي عندي ثلاثه. ملي يكون عندي اسره كافيه والسرير ماشي عوج كيطلع المريض مهرس من ظهره ينعس عليه يزيد يتهرس له ضلعه اخرى، ماشي هو عندي اسره مزيانه. ملي الحفاضات يتسرقوا حتى هما، انا كنقول سرقه ما عندها شي اسم اخر. شنو هادي يتسرقوا. الناس بغاو يديروا الخير دابا حتى اوروبا. السي عبد الوافي هنا في القصر الكبير، وانا مول القصر الكبير. شوف مبدع هو مشى للحبس دابا يخرج، كون اكيد انه يخرج ودا الملايرات. انا اعطيني الملاير وديني قتلني كاع، نخليهم الاولاد يعيشوا مزيان ونصدق قبل ما نموت وقتلني. هذا هو الفكره اللي ولات عند المغاربه، كيضرب الحساب شحال غيدي وشحال يقدر يمشي للحبس وشحال غيخسر في الحبس وشحال يعطي دري، وكيحسبها هكا. الناس ولات عندها الماده، ماشي ولات. 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 الناس ولات عندها الماده
العرب عندهم جوج مسائل كتأثر عليهم. في القضاء ولا منظومه؟ لا منظومه. نقول لك واحد الحاجه، كان شحال هذه كان البوليس كتدور معاهم، كاين شي بوليس بطبيعه الحال ما كنعممش، انا كنهضر على حالات اللي شفتها، بوليس كتدور معاهم باش كيديروا لك محضر مزيان، ما كيعمروش عليك، انه هو التعمار ماشي استثناء، هو القاعده. امصرك وكان التعمار في المحاضر استثناء، لا التعمار هو القاعده، ويعمل لك داكشي اللي قلتيه هو الاستثناء. باش دير داكشي اللي قلتيه خصك تهلا فيه، ياك؟ وهنا غنحلوا واحد القص، واحد السيد واحد النهار تلقاني راجل كبير جدرمي ربي، كان صديق ديالي، قال لي عمري ما شفت هذا الشيء، السيد جا عندي راجل كبير دير له المحضر بغى يعطيني 2000 درهم، قلت له لا والله. قال لي مشى دوز 3 ايام جا عنده، قال لي اذا ما قبضتيش الفلوس 2000 درهم يعني راك غرقتيني. شو على فكره؟ اذا كانوا الناس كيعطيو للبوليس او للجدرميه باش يديروا لهم محيضر مزيون، او باش يحرك له متابعه في حق شي واحد، ومن بعد خصو يمشي للمحكمه عاوتاني يشوف الطرق خلال بعض المحامين اللي عندهم علاقات، سهرات، مصالح، شد على شي واحد شي حاجه كيبتزوا بها كيقضي له مصالح الى اخره. ومن بعد ملي كدوز للجلسه عاوتاني خصك تقلب على هذا شكون اللي كيعرف داك القاضي، كان القاضي متشدد ماشي متشدد يعني راجل صالح، غتقلب له على المحامي اللي هو صالح وكيصلي مع الفجر وكيديروا وياه قيام الليل قبل ما يود الصبح. كان شي قاضي اللي كيضرب الكويسات غتقلب له شي واحد اللي كيخلص عليه في الديسكوتيك وكيجلسوا مع بعضهم في البنات. انا عندي تصور ديال القضاة ما شوف حشومه القضاة، انا اقولها وهما غيسمعوني وغيعرفوني. حشومه قاضي كتجي الملها ليلي وكتسكر وكتبقى تبوس ليد الناس، وانت قاضي ومزوج ومراه جالسه معاك شبه عاريه وتدرعها، كاين مناظر يستحيل يدرعها. ايوا راني نقولها حشومه. كنا في بلاد اخرى هذيك القضيه يتوقف نهار لا غد ليه يتوقف. سير البيران ديال انا نهضر على طنجه، هنا ما كاينش البيران في القصر الكبير، سير البيران وشوف شحال النواب ديال الوكيل الملكي يكونوا تما والنواب ديال الوكيل العام، شوف شحال ديال القضاة. والله العظيم واحد المره في 2010 واحد القاضي كنعرفو ماشي صديق ديالي، كيجلس معايا، كان في واحد الحانه الله يسمح لي كنت كنشرب، كيجلس معايا كنهضروا هكا كنتناقشوا في مواضيع الى اخره. واحد النهار انا جالس وشفت واحد السيد سرد له واحد السيده، وداك السيده كتعمل معاه دي جيست، كتعمل حركات جنسيه، ايحاءات جنسيه، وهو سكران يعني فاقد الوعي ديالو، والاخر غيصورو باش يعملوا الشونطاج. انا صديق ديالي كان جالس معايا، وكاين قاضي في المحكمه ديال التجاريه طنجه كان مع واحد السيده صديقه ديالو، وتا هو فقد الوعي ديالو، بقى كيدخل ويخرج في التصرفات، ماشي في الهضره، ما الهضره تقتلت له. شنو داروا في الدراسه؟ ان الانسان العربي ضعيف امام المال والجنس، نقطه الضعف ديال الانسان العربي. وحده اخرى دخل فيها المال. الرئيس ديال سوريا بغى يشري طاوله من بروكسل، اجود المعارض اللي كانت تما، سرد المفاد ديالو، دا الرئيس السوري طاوله، ملي كيعمل تشي كيقولوا له في اسرائيل رحمك الله. واش عمر شي واحد في المغاربه قال ان المغرب خصو تولي جمهوريه؟ حتى واحد من المعارضين وحتى واحد منا ما يقولها. علاش؟ كنتي صحفي غير الملف ديالك محطوط، اذا ما كانش عندك ملفات غيعملوا لك واحد الملف اون اتونت. انا صديق ديالي كان جالس معايا، وكاين قاضي في المحكمه ديال التجاريه طنجه كان مع واحد السيده صديقه ديالو، وتا هو فقد الوعي ديالو، بقى كيدخل ويخرج في
التصرفات ماشي في الهضره، ما الهضره تقتلت له. وصاحبي سجلو قال لي هذا صاحبي مسحت له ديك الفيديو. علاش؟ لان ماشي على القاضي، ماشي انا على العائله ديال ذاك القاضي، على وليداته، على ولي ما بغيش يتشوه، والله ما بغيت يتشوه. انا عندي قضاة صحابي، انا قلت لك السي عبد الوفي القاضي اللي تعتقل نائب الوكيل العام كنت كنمشي عنده للدار ديالو وكيأتمني على وليداته، صديق ديالي، انسان مثقف بغض النظر على، وما يمكنش انا تظلمت من القضاء ما نتصاحبش مع القاضي، وانا شي واحد شي استاذ عطاني نقطه خايبه نحقد على الاساتذه، وشي ملحن وتعامل معايا معامله خايبه نولي انا حاقد على موالي الحان. كاين علاقات، واحد مزيان يصلح لي ما كيهمنيش اش كيدير. واقسم لك بالله كاين ناس في القصر اللي كنعرفهم في الوجه وكيجلس معايا حدايا في القهوه مثلا وكنهضر معاه السي فلان والله ما كنعرفوا واش كيدير ولاش ولد من هو، علاش؟ لاننا كنعرفو كشخص، ما كيهمنيش داك الشيء، ديك المسائل المتعلقه به وبعائلته. انا ماشي كندير تحقيق، علاقه بوحده وكنت خدام في جهاز معين غندير التحقيقات اللي مطلوبه مني الدار، ولكن انا كانسان عادي كنجلس مع بنادم المعنى وكنحفرش فيه. اذا كنت كنجلس مع القاضي وكنجلس معاه وكنشوف مسائل وكنغوت عليه. والله العظيم قبل ما يتعتقل كان بيناتنا واحد التواصل، اتصلت به ملي خرج من السجن وطلبت منه واحد المساعده ماديه باش نكون واضح. قال لي انا ما عنديش وتنجي من الدار البيضاء، واتصل بيا مور العيد، فاذا به في ذاك اليومين ملي كان جاي من الدار البيضاء قبل العيد تم الاعتقال ديالو. رجل طيب مسكين وما عنده زهر في الحياه، ما عنده زهر لا في الخدمه ولا في هذا، ولكن عييت نغوت عليه كنقول له راه يجي لك واحد عام شي جهاز امني وجلس لك هنا، كيجي عندك اجودان الجدرميه، كيجي عندك ضابط ديال الشرطه، راه كتعمل راسك مشاكل، القضاة اذا بغاو يصيدوهم راه في نهار خصهم يجيبوا التي جي في يعمروه في الشمال بعدا يجيبوا ماشي فرغونيطه باش يديو القضاة اذا بغاو يخدموا. تقول لي كاين اصلاح سهل جدا. دابا انا ما كنخافش انا ان السلطات الامنيه المغربيه هي اللي توقع بالقاضي المغربي. كانت عندنا واحد الصديقه مستشاره في الاتحاد الاوروبي، اصل ديالها من طنجه، كانت كتجي من بروكسل كتبقى معنا 3 ايام 4 ايام كندوروا في ريستورات وهذا، قلنا نجلسوا مع بعضنا وكيجلسوا معنا قضاة وداك الشيء. كاين اجانب اصدقاء ديال داك السيده اللي كيجيو معاها من بروكسل. شكون اللي قالنا هذوك ماشي ضباط المخابرات؟ وشكون اللي قالنا هذوك ما باغينش يخدموا اجنده معينه؟ وهذا القاضي غيسكر وغيزول عليه ويتعرى ويدير، ويمكن نمشي تصوروا هذيك اسرائيل. السي عبد الوفي انا قريت تاريخ اسرائيل مزيان، وقريت التاريخ ديال الموصاد اللي تنشأت في 37 قبل قيام دوله اسرائيل اللي كانت سميتها العليا بيت، اي منظمه الهجره الثانيه والامن، قبل قيام دوله اسرائيل. ملي تنشأت الموصاد بالصيغه ديالها الجديده في 49 داروا واحد المكتب ديال الدراسات على الانسان العربي. شكون هو الانسان العربي اللي احنا معاه في المواجهه؟ ان اسرائيل شوفها باش ندايرها، ما نهضروش على فلسطين، ان فلسطين مساكن مستضعفون، سوريا مسار وكذا كانت صحيحه كثرت سوريا، ومازال الاردن ما كانش عندها العداء لمصر، بالعكس الملك حسين كان عامل ديال اسرائيل في الحرب ديال 67. شوفوا في اليوتيوب ابواق الصمت كيفاش جا الرئيس ديال اسرائيل، الرئيس ديال الملك ديال الاردن جا عند رئيسه الوزراء غولدا ماير وعطاها معلومات على سوريا الليله قبل ما تنوض الحرب، وسجلوه ان اسرائيل ما عندهاش صاحب. شنو داروا في هذه الدراسه هذه؟ ما خرجناش على الموضوع لان احنا غنرجعوا للقضاء. شنو داروا في هذه الدراسه؟ ان الانسان العربي ضعيف امام المال والجنس، نقطه ضعف ديال الانسان العربي. اذا مشيتي دابا 100,000 سجين مشيتي تشوف علاش دخلوا للحبس، باستثناء ذاك اللي كيقولوا ان عندهم فكر جهادي او لا سميتو، كيقول لك باغي يمشي للجنه، والاخر كيقول له هاك اذا بغيتي تدخل الجنه هاك سير دير ودير وكانه عنده المفتاح. من غير هادو اللي داخل على العيالات واللي داخل على الفلوس. واحد الكتاب ديال فيكتور ستروفسكي هو ضابط ديال الموساد كيقول بان العمليه ديال التفجير ديال المفاعل النووي العراقي شكون اللي ساهمت فيه؟ تسيبي ليفني
وزيرة الخارجية السابقة ديال إسرائيل، ربطت علاقة مع يحيى المشد، هو المهندس اللي كان مكلف فرنسا بالتصاميم النهائية ديال المفاعل النووي، وخدات من عنده من كاين الفواهة اللي كيتنفس من المفاعل النووي. داز الطيارة في 81 طيحت قنبلة في ذاك المفاعل النووي وتسال. هذه شنو دخل فيها؟ الجنس. وحده أخرى دخل فيها المال. الرئيس ديال سوريا بغى يشري طاوله من بروكسل، اجود المعارض اللي كانت تما، سرد المفاد ديالو، موصل ساقط الخبار، دارت شركه وهميه، جاو عند المسؤول اللي جاي من سوريا عرضوا عليه فلوس عمولات تخفيض في الثمن، قال غنربح في الثمن وغنربح في العموله. دا الرئيس السوري طاوله، ملي كيعمل تشي كيقولوا له في اسرائيل رحمك الله، ملي كيعطس كيقولوا له رحمك الله. اذا هنا كيف يعقل ان هذا القاضي اللي كيمشي، انا شوف دورت معك السي عبد الوافي وغنرجع لك القاضي، كيفاش هذا القاضي اللي كيجلس ملاهي ليليه علما ان القانون الاساسي ديالهم او لا ما عرف شنو كيسميو المدونه ديال الاخلاق ديالهم اذا كاين عند هذا الاسم ولا اسم اخر، القانون الداخلي ديال القضاء كيقول ان القاضي اللي كيخدم في واحد الدائره ممنوع انه يجلس حتى في القهوه. علاش؟ لان القهوه غيمكن تجيب له مشاكل، غيجلس معاه واحد وغيولي صاحبه شويه، غيمشيو لهنا وغيمشيو لهنا وتقدر تفتح الباب ديال الرشوه وديال المصالح فكيف بك ان القاضي كيمشي لملهى ليلي وواحد بزناز يحرش عليه وحده وتمشي تبات معاه وتصورو وهو مزوج ويقولوا له نحطوك في اليوتيوب بواحد الكونت سميتو قاهر اللذات، ويقلب على قاهر اللذات شكون هو. المهم انت ناض لك مشاكل في الخدمه وناض لك مشاكل في الخدمه. اذا انت انا كشفت مصائب والله العظيم السي عبد الوافي، شفت في الملاهي الليليه مصائب حشومه ان القضاة اللي عندهم واحد الدرجه كبيره حتى عند الله، احنا ما خلينا من القضاة ديال هذا الاسم ديال القاضي هذا ما كيحكمش بالعدل شغله مع الله، ولكن الاسم ديال القاضي اسم مقدس دنيويا ماشي القداسه لله سبحانه وتعالى، يعني واحد الاسم. علاش؟ لان يحكمون بما أن تحكموا بالعدل، أن تحكموا بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. شكون اللي موجه هذا الخطاب للبشرية؟ اسمع، شكون اللي موجه بعدا سي عبد الله سبحانه وتعالى. والاسم ديال العدل كما تفضلتي وقلتي من أسماء الله الحسنى، والله كيحرم الظلم، وعزتي وجلالي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا لأن الظلم خطير. إذا كيفاش هاد الناس اللي غيوليو لقمه سائغه في يد بعض الناس ومن بعد داكشي غيديروا بهم ما بغاو ويقول لك استقلاليه القضاء. ما يمكنش يكون استقلاليه القضاء في ظل هذا الفساد اللي كاين في القضاء اللي اولا يرتكب من طرف المنتسبين للجسم القضائي. طبعا لا اعمم، كاين نزهاء وكنعرفهم، وكنعرف واحد السيد اللي وكيل العام قدم استقالته من الحسيمه، اسم ديالو سيداتي ابا حاج، رجل نزيه، وملي كان نائب الوكيل العام ديال طنجه عمر شي واحد كيدور في الشارع هو والزوجه ديالو والوليدات ديالو، ما شاد رشوه، ما معدي على حد، ما ظالم حد، انسان عادي. ولا وكيل العام وقدم استقالته وعمل المحاماه لانه ما رضاش بهذا الشيء اللي ولا كيشوف. دابا حتى ديك الناس القدام اللي كانوا في القضاء اللي عندهم شويه ديال الرزانه وهذا ما بقاوش، ماشي في العدل. اذا جينا نشوفوا في التعليم، في العدل، في الاوقاف، الفقهاء اللي كانوا قبل ماشي هما، الاساتذه الجامعيين اللي كانوا قبل ماشي هما دابا. ماذا عن المحاكمات السياسيه؟ انا كنظن ان المعارض بعدا في المغرب هي او المعارضه في المغرب هي عمليه صحيه، عمليه صحيه. رحم الله عبدا اهدى لي، لا انا نهضروا على المغرب. رحم الله عبدا اهدى لي عيوبي. علاش؟ لان يمكن انا ما كنشوفش راسي اش كندير، ولكن انت كتشوفني. اذا غتجي وتقول لي اجي فلان راك هذا الغلط اللي كدير يقدر يوصلك لهادي، وغنرجع وغنقول لك شكرا. ولكن اذا صفقتي لي على الاخطاء ديالي راه كتزيد بيا الهاويه. وهنا غنذكر واحد الاستاذ الله يذكره بخير قراني في السنه الاولى ديال الاعدادي، كنا كنديروا شويه ديال الفوضى، قالنا دابا نتوما كتزيغوا بعضكم، فلان مسخوط كيعرف كيرد على الاستاذ، يعني كيرد عليه انه كيعارضوا وكيقلل من احترامه للاستاذ. فلان مسخوط داو المجلس التاديبي، فلان مسخوط جراو عليه من المدرسه
شوف فين غدا التغاتبيه، مسخوط 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 حتى مشى بحال الزنقه. علاش؟ لانه ما لقاش اللي يردو. شوف اسيدي، هاد المعارضين واش شي واحد فيهم قال ان خصو تولي الملكيه جمهوريه؟ انا غنسولك، واش كتعرف شي معارض في المغرب؟ انا كنهضر على الصحفيين والسياسيين. واش عمر شي واحد في المغاربه قال ان المغرب خصو تولي جمهوريه؟ حتى واحد من المعارضين وحتى واحد منا ما يقولها. علاش؟ لان الملكيه في المغرب عندنا فيها اخطاء. كاين اخطاء، والملك راه انسان ماشي ملك، يخطئ ويصيب، وماشي هو اللي كيدير كل شيء. كاين مستشارين، كاين مسؤولين، كاين رابط المسؤوليه المحاسبه الفصل 42 كيقول ان الملك اشنو هو الضامن حسن سير المؤسسات، ماشي هو بالاجهزه الرقابيه اللي عنده وما يصله من معلومات ومن تقارير. اذا حتى واحد فينا ما قال، حتى واحد في المغاربه، باش نكونوا واضحين، اللي كيقول ان خصو جمهوريه راه عايش برا وكيتخلص. حنا ما كنقولوش خصنا يخدم ولا ما يخدمش، المهم راه كيتخلص، راه خدم اجنده. اذا هاد الناس هادو المغاربه كاملين بمن فيهم المعارضين، عمر شي واحد فيهم ما قال انه خصو الجمهوريه وان خصو الاطاحه بالنظام الملكي. كانت واحد الشراره في 2011، واحد الشراره في 2011 طفات دغيا. المعارضين علاش كيعرفوا؟ على الفساد ديال الحكومه، على الثروات اللي ما كتوزعش بالعدل، على عدم الاستفاده ديال المواطن بزاف ديال الخدمات، علما انه هو اللي كيعمر الصناديق ديال الدوله. الناتج الداخلي 75% منه كيعمره المواطن من خلال الضرائب. اذا المواطن، انا كنعطي الضرائب علاش؟ باش تكون عندي الطريق مزيانه، يكون عندي التعليم مزيان، يكون عندي الصحه مزيان، وتكون عندي التنميه، ونكون كنتعامل بالاحترام. في هذا الحال ملي يجي واحد الانسان عنده غير على البلاد، علاش؟ انا قلت لك في الاول رحم الله عبدا اهدى لي عيوبي وكيقول واحد المثل مغربي قديم: كلام الحبيب كيبكي وكلام العدو كيضحك. علاش الكلام العدو كيضحك؟ ان كيزيد بك الهويه، ولكن كلام الحبيب كيقول لك لا ما ديرش هذيك راه خاطئه، وانت ما كيعجبكش، لان الغرور اللي فينا حنا كبشر خصنا اللي قلنا انتم مزيانين حتى كنوليو من الانانيه، كنوليو النرجسيه، كنوليو في حاجه اخرى. شنو هي الميتومانيا؟ اننا كنكذبوا اننا حنا قوه اقتصاديه وحنا دوله رائده وحنا باقي كنتسلفوا 2 مليار ديال الدرهم من صندوق النقد الدولي. حنا ماشي قوه اقتصاديه، ماشي. من يجي واحد يقول لك قوه اقتصاديه وكيصفقوا له كيعجبهم، واحد كيجي يقول الحقيقه ان الناس في الدواور باقي ما عندهمش الماء، عندهم الصوندات ما معقماش، ما مطريطياش، يعني ما كاينش معالجه ديال ديك لي صوند اللي كيشربوا منهم. كيقول له انت قبيح. ملي يجي واحد يقول لك فين هي الثروه اللي مشات من هذه الجماعه، فين هي الاراضي اللي توزعت بطريقه غير قانونيه، فين هي الطوبيسات اللي قلتوا غتجيبوا ما جيبوتوا، فين السبيطار اللي درتوا سبيطار كبنايه ما فيه ماتريال ما فيه طبيب. اش غندير انا بالسبيطار؟ فيه غنمشي نخيم فيه؟ انا خصني السبيطار يكون منين يمشي المريض ونلقى الطبيب ونلقى التستري في الناس ونلقى الراديو فين ندير. اذا ملي نجي انا ننتقد نتسمى انا خائن. الدوله كل واحد فينا السي عبد الوفي عنده ملف ديالو. كنتي صحفي غير الملف ديالك محطوط. اذا ما كانش عندك ملفات غيعملوا لك واحد الملف اون اتونت، في انتظار. السهل تجي وحده تقول لهم فلان اغتصبني، هي 20 عام وهي في الدعاره وكتقول لهم اغتصبني وانا شريفه الا الشرف ديالي، وكتدوز المحكمه وكتعطي. اذا الصحفي او المدون او حتى الموظف في قطاع معين اذا هضر على الظلم ووقف في وجه الظلمه وقال الحقيقه، واش كتعتبر السي عبد الوفي انه غينجا من البطش ديال الناس اللي باغي الفساد لهذه البلاد؟ الفكرون فين كيصيد شي في البحر، كيصيد في التخلوض. تصور انت ان المغربي غيولي عنده الحقوق ديالو كامله وغيولي يقدر يهضر بكامل الحريه وينتقد المؤسسات بما فيها الانتقاد ديال المؤسسه الملكيه. اننا كنشوف ان هامش ديال الحريه، لكن هامش الحريه السي عبد الوفي طلع لك المشاهدات ما تبقاش عندك الحريه، غتولي مؤثر. انا راه ماشي مؤثر، عندي فيديو، عندي يوتيوب ماشي مؤثر، ما كيشوفونيش 10 مليون ديال المغاربه.
كيشوفوني 10,000 20,000 30,000 40,000. انا ماشي مؤثر، انا مبتدئ، كنعبر على مأساة ديالي، كنحاول نبارطاجيها مع خوتي المغاربه. ولكن ملي تولي عندك مجموعه كبيره من الناس كيشاهدوك غتولي مؤثر. وفي هذه الحاله والله ما تقدر تقول داكشي اللي بغيتي تقوله. كاين صحفيين في الحبس بمجرد انهم قالوا الحقيقه تم اخراسه وتم تدجين الصحافه المغربيه. واسمح لي نقولها لك عبر نشر التفاهه، كاين اللي عنده اعدام مؤبد، قلت له دابا اذا جاو قالوا لك تمشي تحارب ويزولوك هذا الاعدام، قال لي والله تنضرب اعدام وما نمشيش نتحارب. شوف السي عبد الوافي. علاش؟ ان غتولي كتخلخل شويه. نولي معك تحك الماء الراكد الله يحفظك. واحد المؤسسه الملكيه واش قابله للانتقاد ولا لا السي عبد الوافي؟ الدستور المغربي قابل للانتقاد. علاش؟ ان الفصل 46 من الدستور اش كيقول؟ هادو اللي داروا الدستور هما فقهاء قانونيين، وفي القانون الدستوري قال لك الفصل 46 الملك شخص يستوجب التوقير والاحترام، ما قالوش ان ما تنتقدوش. وانا با ما غنتقدوش. انا ملي قلت ان الملك واش ما كيسمع سؤال، انا ماشي سبيت الملك، قلت سؤال واش الملك ما كيسمع الصيحات والصراخات ديال الناس اللي في قرون الجبال ملي كطيح 5 ملم ديال الشتاء كتقطع عليهم الطريق وكيبقاو بلا ماكله بلا شراب بلا تدفئه. واذا مشيتي للبابراس اللي عندهم يعني الاوراق والملفات اللي عندهم في ذاك الجماعات او ذاك العملات غتلقى ان الطريق دازت والقنطره تعدلت معدله في الوراق، ولكن في الواقع فين هي؟ واش فلوس؟ ولذلك لما احد الخطابات ديالو تساءل اين الثروه؟ وبيني وبينك انا كنسائل الملك اين الثروه، لان انا ما عنديش القدره انني نسائل المسؤولين اين الثروه. انا ما غنجيبش وزير الاقتصاد والماليه ونقول له شنو عملتوا، فين مشات الفلوس اللي عطاكم صندوق النقد الدولي، فين مشات؟ انا ما نقدرش، ولكن الملك دستوريا غيقدر. اذا انا اللي خصني نسول الملك، وقلتها في واحد الفيديو في فيسبوك، انا اللي خصني نسول الملك باعتبار انه هو اللي خصو يحميني ويحمي المصالح ديالي ويحمي المؤسسات ويحمي المواطنين. هو اللي خصو يقول لنا فين الثروه. وهاد الناس اللي كيدوا الثروه هو رئيس السلطه القضائيه، يقدر يفعل في حقهم المتابعات بلا ما يستشر مع حتى واحد. هو رئيس الدوله، يقبض يقول لهم هذا كيمشي للحبس، عملوا معاه التحقيق وهذا ويمشي للحبس. اذا هو اللي خصو يقول لنا السي عبد الوافي ان الثروه ماشي انا مواطن بعادي، انا ما كنستافدش من الثروه. واش بيني وبينك قبل ما نبداو الموضوع السي عبد الوافي قلت لك واحد المساله زوينه، قلت لك المغرب ما كيعرفش يخدم. كيفاش ما كيعرفش يخدم؟ كاينه شي قضايا كان يقدر يربح فيها بلا ما يتعايب. نوضحوا الامور للناس. الدستور المغربي كيقول ان اللي دار شي خطا متعلق بالتعذيب نعاقبوه. القانون الجنائي فصل 100. قلت لك السي عبد الوافي قبيله وحنا قبل ما نبداو هذا التصوير قلت لك ان المغرب كيعمل اخطاء وما كيعرفش يخدم. كيفاش ما كيعرفش يخدم؟ كيعطي هدايا مجانيه للناس اللي كيحاربوه وكيلويو له يدو. كيعطي هدايا مجانيه للناس